السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الصحافة وين هذا وينو ويلكم من غير الله الإمام غصة سيدي العافية الطوموبيل تشعل غسيس هي كما تشاهدون أعزائنا المشاهدين أعزائنا الكرام. الكونيكسيون ديالي قربت تكمل تشارج. الشباب ديالنا المتابعين تحياتكم وتيصلوا مربينا نقولوا لهم الموضوع ديالنا السيارة وحضور رجال الأمن في هذه اللحظات لإخماد الحريق الذي يوجد هنا بتيكيوين وبالضبط قرب ستوب حدا الرومبا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. ليس هناك ما يحدث، لم يمت احدا ولا شيء الحمد لله، فقط اشتعال السياره هنا على المباشر. وهنا حضور سيارات الاسعاف لاطفاء اخماد الحريق. هنا مشاهدينا الكرام السياره اشتعلت بالكامل، يا ربي السلامه ونسلم يتبع السيدات، انا لله وانا اليه راجعون. وهنا كما تشاهدون بارطاجيو البارطاج مشاهدينا الكرام. وليتوا لي الماديات ها انتم اخبار حصريه على مصطفى فلوق هنا بتيكيوين، يا ربي السلامه. وحريق الان سنقترب قليلا من السياره لانها انا هو داك الماء ديالهم شديه اللي طفاو. شوف واليوم كاينه الشتا الحمد لله، واخا كاينه الشتا ولكن هذيك الطوموبيله تحرقات. مشاهدينا الكرام كما تشاهدون رجال الاطفاء حضروا في اقل من 5 دقائق، هذا ما يدل على رجال الاطفاء. وهذيك الطوموبيله ما بقى فيها والو غير الكدر وشي البنوات كلشي تحرق فيها. عندما يطفئونها سنقربوا لها ان شاء الله باش نشوفوا ماذا حدث. وهناك يا ربي السلامه انا لله وانا اليه راجعون. هناك يا اصدقائنا كما تشاهدون هذه السياره، شوفوا السياره كي ولات سياره سوبر سانك التي احترقت بالكامل في رمشة عين، يا ربي السلامة. ولم تسمعوا انفجارات سهلي، انفجرت 3 مرات ولا 4 مرات بوم بوم. ورجال الاطفاء هما حضروا باقصى سرعة. تحياتي كلشي مزيان الله يبارك فيك. هما الدراري هما حضروا الان، حضروا معنا هنا لمشاهدة الإخماد الحرائق. الآن رجال الإطفاء يقومون بعملهم ويقومون بإخماد الحريق. والله ما عرفت لا جينا انا راش بالي دخلنا لحظة الدار وجينا لحظة الدار لنا كما تشاهدون إطفاء النيران من هذه السيارة. ونتمنى ألا يكون هناك كانت سيارة والآن أصبحت كدرا، أصبحت فقط كدرا يطفئونه كي لا تعود تشعل مرة ثانية العافية. والسيارة هنا كما تشاهدونها الآن لإطفاء الحريق لم يتبقى إلا الكادر والبنوات، الله العظيم. وهذا ما حدث. أظن أن صاحبها ينظر إليها الآن. والله يعوضه، الله يعوضه مسكين، الله يعوضه. وهكذا تشاهدون أعزائنا الكرام هنزار الحفيد. هناك شتاء بأكادير والحمد لله على الأمطار الغزيرة، الحمد لله. اليوم سقوط شتاء، سقوط أمطار سقوط الأمطار. ورجال الإطفاء حاضرون الآن ويقومون بإخماد الحرائق. هكذا كانت مهمتهم السريعة. وشكرا لكل من حضر الآن من رجال الأمن وأيضا الوقاية المدنية التي تقوم بعملها هنا بتيكيوين وبالضبط بمدخل أسيس. سيارة انفركت كلها ولم يبقى هناك شيء فيها. الآن بعد إخماد الحريق سنقترب إليها قليلا، نقرب لها، نقربكم إلى السيارة كيف أصبحت. هكذا أصبحت هذه السيارة التي احترقت بالكامل. ونتمنى لصاحبها سيارة جديدة إن شاء الله. انظروا إليها كيف أصبحت هذه السيارة، لقد تغيرت شكليا وجذريا. والحمد لله بعدا راه موقع حتى حاجة قدام لها موقع ليه والو. أنتم السيارة شفتوها كي دايرة، هكذا دايرة السيارة دابا. ها هي السيارة وباقي كيطفيو فيها.
ونحس بالصهد. اقتربنا من السيارة وهناك رائحة كريهة جدا جدا في هذه الأثناء كما تشاهدون. المهم أنا غتسالي لي التعبئة، درت غير 5 دراهم والله يبغى نساليوه دابا، لأن بارطاجيو الدراري، بارطاجيو أكبر عدد ممكن من البارطاج باش تصل المعلومة. وهنا وصول القوات المساعدة أيضا لإبعاد الناس عن الخطر. وتحية للأمن الوطني ورجال إطفاء الذين قاموا بالعمل بكل سرعة وجد، وحضورهم هنا مركز عملية. نعم قاموا بإرسالها. المهم أنا راه غادي نقطع دابا اللايف، بارطاجيو وديروا جيم متابعة، وسنأخذ فيديو لهذه السيارة بدون لايف. غادي ناخذ واحد الفيديو غادي نلوحوه لكم ان شاء الله دابا من هنا واحد 10 دقائق ولا هذا. واتمنى من الله السلامة من الله السلامة. البنوات تحرقوا بكل شيء، تحرق كل شيء، بقى الحديد بوحدو اللي بقى في هذه السيارة. الحديد لا يعود شيئا هناك غير الحديد الذي بقي هنا في هذه السيارة. وشكرا لكم والله يعاونكم. ها منين وهنا انتهاء اللايف وحضور سيارة الإسعاف هي وحضور رجال الأمن، وسنعطيكم الأخبار من أين اشتعلت النيران والعافية. وشكرا لكم على المشاهدة والبارطاجيو والكومنتيرات، ولا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء لمعرفة ما حدث هذا اليوم. ابقوا دائما على اتصال وعلى متابعة لأخبار جديدة كل يوم. أغني نغين أكنور نغين.